أنا طبعا سعيدة في وجودك هنا معايا في سوسة، وأشكر قناة الأي ار تي على متابعتهم، وأشكرك أنت خاصة على متابعتك، وأنك أنت جيتي طريق ساعتين يمكن أو ساعتين ونص. هذا شيء أحب إني أشكرك عليه. طبعا مشاركاتي نتكلم مثلا الآن عن تونس. شاركت مهرجان قرطاج، الحمد لله كانت حفلة ناجحة الحمد لله. ومن ثم شاركت في الحمامات، ومن ثم شاركت الآن في سوسة، والحمد لله كانت كل المشاركات أكثر من رائعة وأكثر من ناجحة ولله الحمد. وطبعا الفضل أول يرجع لله سبحانه وتعالى، ولجماهيري اللي يحبوني وواقفين معايا ودائما مؤازرين لأحلام. على فكرة لما قلتي لنا تعذبتوا وجيتوا ساعتين، بتعرفي لو في سفر يومين كنا جينا، مش لأن بنحب أحلام، بغض النظر عن محبتنا نحن لأحلام. الفنان الناجح واللي بيلحقوا الناس وين ما كان، يعني نحن شفنا بين الجمهور اللي كان موجود بسوسة وبقرطاج وبالحمامات كان في ناس جايين من الدول العربية أو من أوروبا خصيصا ليشوفوا أحلام، يعني سافروا مدى زمني طويل حتى يقدروا يوصلوا لأحلام. شو سر استمرارية ونجاح أحلام؟ دايما الناس تسأل إنه طب شو سر محبة الناس لإلك؟ يعني أنا ما أريد أمدح نفسي، لكن يمكن مثل ما قلت لك مع توفيق الله سبحانه وتعالى ورضا الله ورضا الوالدين يقولون. يمكن لأني أنا صادقة في اختياراتي، وصادقة في تعاملي مع جمهوري، وصادقة في حتى اختياراتي الشعرية والموسيقية. من ثم قدرت أن الموضوع هذا قدر يقربني إلى الناس أكثر وأكثر، وبحكم أني يمكن أنا امرأة أو فتاة جعلني هذا الموضوع أتقرب أو أكون قريبة من فتيات أخريات على النطاق اليومي أقصد. الأمر اللي جعلني أتنقى، مثلا ممكن أسمع أغنية مشكلة لصديقتي مرت فيها، أو مشكلة لأختي، أو مشكلة لبنت سمعت قصتها في جريدة ولا في مجلة، فهذا يخليني أكثر أشد لهذا الموضوع. فلما أقرأ قصيدة شعرية مقاربة لهذا الموضوع أختارها بكل ود وبكل حب فأغنيها، فتلمس الكثير من الناس. يمكن هذا سر نجاحي، وبالإضافة إلى أني إلى الآن الحمد لله لم أصب بداء الغرور.